لؤي لؤي، اصحى يا ماما، اصحى يا ابني. ما تصحى يا لؤي، اصحى يا روحي، يلا اصحى. ايه يا ابني الساعة 9، ما تصحى بقى. في ايه يا ابني؟ مش عندك جامعة؟ في ايه يا ماما؟ اصحى علشان تلحق محاضراتك. الحق ايه؟ ها؟ محاضراتي؟ ماما سيبيني انام. بقول لك ايه، انا مستحملاك وساكته وصابره من زمان، خلاص طهقت. في ايه يا حبيبتي؟ مالك؟ انت فيكي حاجه يا ماما؟ انت بتستعبط يا ولد، بتستعبط؟ ها بتستعبط؟ سقوطك كل سنه، الجامعه ما بتروحهاش، كل ليله سهر وشرب وقرف. ده انت حتى ما بتداريش قرفك وسجايرك عني. راعي شعوري، راعي شعوري على الاقل يا عديم الربايه. ماشي يا ماما، فعلا انت عندك حق، انا فعلا غلطان في حق نفسي. صدقيني اوعدك ان انا هراجع كل حساباتي، بس اديني 3 دقايق، 3 دقايق انام. انا ما نمتش غير ساعتين بس. صباح الخير يا حبيبتي، هقوم اروح لك الجامعه واعمل لك كل اللي انت عايزاه. اقول لك ايه، حرام عليك، حرام عليك يا لؤي. انت عارف يا ابني انا بحبك قد ايه؟ انت عارف انت لؤي حبيب مامي. في ايه يا ابني؟ انت بتدمر نفسك بايدك ليه؟ يا مامي اوعدك اني انا مش هدمر لك نفسي تاني، بس اديني فرصه انام وهقوم اعمل لك كل اللي انت عايزاه. مفيش فايده، مفيش فايده. نام نام، خد دول معاك. مين دي؟ انت مش ناوي تيجي تبص لك بص على الشركه وتعرف ايه اللي بيتم فيها؟ يا ابني دي فلوسك وشركتك يا حبيبي. يا بابا انا ماليش في موضوع الصحه ده خالص، انت عارف كده. امال ليك ايه بالظبط؟ لا ليا في كتير، دراسه، نجاح، مستقبلي، كل ده. انت عايز تفهمني انك السنه دي هتنجح من اول مره يعني؟ شوف يا دادي، شوف يا دادي، انت ليك عندي ان انا انجح اخر سنه وبس. مفيش حاجه بتفرسني قد الثقه الزايده دي، زي الثانويه العامه اللي خدها في 4 سنين وسنتين في سنه اولى. ايه اللي حصل في الاخر؟ بذمتك يا مامي ايه اللي حصل في الاخر؟ مش نجحت؟ قلت لكم عندي ان انا انجح وخلاص. بس ده برضه ما يمنعش انك تمر عليا في الشركه وتقعد معايا وتفهم كل حاجه ماشيه ازاي في الشركه. يا ابني انا لو مت ولا جرالي حاجه انت هتدور الشركه دي ازاي؟ ما تقولش كده يا بابي، ان شاء الله هتعيش وهتعيش كتير كمان، وهتعمل شغل كتير قوي، وهتعمل صداقات كتير قوي. ايه صداقات كتير؟ صداقات يا مامي، صداقات ما بين شركات وما بين الشركات التانية عشان الشغل يكتر. الشغل الحلو يعني. انا بس عايزه افهم حاجه يا لؤي، انت ايه يا ابني بتروح الجامعه فاضي كده من غير اقلام ولا كشاكيل؟ ايه بتكتب على ايدك؟ بقول لك يا شروال، اما الكبار يتكلموا الكيجي تو اللي في سنك يسكتوا خالص، فاهم ولا لا؟ ايه كيجي تو؟ سامع يا مامي؟ سامع يا داد؟ على الاقل بقى انا مش فاشله زي ناس. ها الله ما تخليش انا اللي اتكلم. البيبي والشات لغايه الصبح واللوك لوك 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 طول الليل. اسكت ولا اكمل؟ لؤي يا حبيبي. بص بقى مرت حد يكلم بنوته كده، ودي مش اي بنت، دي اختك الصغيره. سوري يا مامي، لما مؤاخذة كتكوتة، لما هاجي هجيب لك الكوكيز اللي انت بتحبيه. ايه يا حبيبي انت لحقت تاكل؟ اه يا حبيبي الحمد لله، اصلا النهارده مستعجل جدا. اتعرفت يا بابا على حته تعينت عندنا حته دكتوره، مش قادر اقول لك ايه الجمال ده، قصدي ايه الاخلاق دي، ايه العلم ده، ايه الثقافه دي. هي ثقافتها يعني شويه مختلفه عننا، انما مش قادر اقول لك. واهم بقى ما يميزها انها بتعمل على مد جسور العلم ما بين الطلبه وما بين المعلمين. واخد لي بالك انت؟ ها، واسمها سوسو، الدكتوره سوسو. وهي سوسو بقى، قصدي الدكتوره سوسو بتدرس لكم ايه في الجامعه يا حبيبي؟ مالكيش فيه. ماليش فيه؟
سامع يا مامي بينفذني تاني. خلاص خلاص كفايه كده يا ولاد، انت مش محاضراتك لازم تلحقها. يلا بقى يلا على الجامعه، كفايه رغي. معاك فلوس؟ ها؟ معاه فلوس؟ هو معاه حاجه غير الفلوس؟ ازاي تقولي كده يا ماما؟ اه طبعا معايا مفتاح العربيه والموبايل. يا بكاش. باي. على فكره يا ريتك يا محسن تبقى اكتر ايجابيه وتكون متواجد في حياه ابنك. جرايه يا فريده، انت عايزه تحمليني مسؤوليه تربيه لؤي؟ يا هانم انت امه اللي قاعده معاه طول النهار مش انا. ما قلناش حاجه يا محسن، ما قلناش حاجه، ماشي، بس على الاقل اساله الفلوس دي بيوديها فين. يا هانم المفروض انت اللي معاه تراقبيه وتوجهيه، بس للاسف سيادتك مش فاضياله. الصبح في النادي وبالليل في حفلات صفوه المجتمع والشله العجيبه اللي انت ماشيه معاها. شلتي على الاقل معروفه، لكن انت شلتك مين؟ فريده، اذا هنتناقش مع بعض اكتر من كده هنتخانق زي كل مره. على العموم انا خارج وهتاخر بالليل. ابوس ايدك يا كبير، احتويني يا كبير، خدني تحت جناحك. حول ولا قوة الا بالله. اعمل بيك ايه بس يا عم؟ ده انت فشلت من اول اسبوع. يا كبير ما انت عارف ان ده مش قادر، ما انت عارف ان انا كهربائي. انت بقى لا نافع لا كهربائي ولا سرسجي. والنبي يا كبير اقف جنبي، احتويني، علمني، وهتاكل من ورايا الشهد والله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم لا تجعلنا من قطاعين الارزاق يا رب. ماشي يا طلعت، يعني اعتبرها اخر مرة. اختبر لي اخر مرة وهتشوف هعوضك على كل اللي فات. ماشي، انا هنسى اللي فات وهعمل معاك اتفاق جديد. فاكر الواد اللي كان راكب العربية السكور اللي جه على ناصية الحارة عندنا واشترى منك فرش كامل؟ وده ماله ده؟ الواد ده ليه في البودرة طلعت. بودرة ايه؟ هتستعبط فيها ولا ايه؟ بودرة تلج يا حبيبي، بودرة تسلخات. بودرة يعني هروين، يعني كوك، حاجة تانية خالص. لا وايه؟ مكسبها اكتر من البن الطاقة 10. ما تكلمه، هو في الجامعة الامريكية، خليه يدخلك السوق ده. بس يا كبير الموضوع ده كبير. يا عم انت في ايه؟ صدقني يا طلعت، انت لو دخلت الكار ده صدقني هتعوض كل خسايرك في اقل من اسبوع وعد الله. انا لسه صغير يا كبير، ما تشيلنيش مسؤوليه اكبر مني. وبعدين بقى طلعت، انا ماليش في اللوكتك والكلام الكتير. الله، واحد غيري كان زمان دلوقتي علقك بسبب الفلوس اللي عندك، لكن انا قلت اعمل باصلي واقف جنبك لاخر نفس. قلت برضه ابن حتتي، ولا انت جبان؟ مين اللي جبان يا كبير؟ نخش في الموضوع وبأجمد القلوب. هو ده طلع. ماشي، هقوم نتكل على الله. ماشي؟ لسه لي تليفونك يا طلع. سلام يا برنس. مع السلامه يا حبيبي.